يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل. وقبل اي كلام صلى على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انا حبيت شاب اكتر من 4 سنين، واتفقنا ان احنا نتجوز. وقال لي انا بحبك ومش قادر ابعد عنك والكلام ده كله، امنت له. فهو زميلي، كان زميلي في الجامعة. اتخرجت وقعدت في البيت، وعرفت بعدها ان هو متجوز ومخلف. خلال ال4 سنين ان كنا بنتكلم فيهم، خلالهم اتجوز وخلف. انا ما كنتش اعرف. اتفاجئت ان عرفت واتأكدت ان هو متجوز ومخلف. بس انا كنت بخرج معاه وبناخد صور مع بعض، نتقابل وفي بينا رسايل ومحادثات وصور ومقابلات وكلام حب، على اساس ان هو مش مرتبط وهنتجوز. بس كان يقول لي اصبر عليا عشان بجهز فلوس الشقة والشبكة والجهاز. انا ما احبش ابقى قليل قدام حد، عايزة اعمل لك الحلو كله. المهم، لما عرفت ان هو متجوز ومخلف، قلت له اللي بينا انتهى، كل واحد يروح لحاله. طالما انت متجوز ومخلف عايز ايه مني؟ قال لي انا بحبك، الجوازه دي اتفرضت عليا، وابويا اللي صمم ان انا اتجوزها علشان قريبته، وهو اللي جوزني وجاب لي حاجتي واصر ان انا اتجوزها. انا ما بحبهاش، ولو شفتك اتجوزت حد تاني انا مش هسيبك. قلت له الكلام ده ما يلزمنيش، انت لك مراتك وولادك، ملكش دعوة بيا نهائي. قلت له كل اللي بينا انتهى. لقيته كلمني وقال لي لو انت بعدت عني انا ههددك بالصور وبالرسائل اللي بيني وبينك، هوريها لابوك وهوريها لاهلك، ومش هسيبك وهأذيكي. مش ممكن ابدا اشوفك تتجوزي حد تاني وتقعدي مع حد تاني وتعاشري حد تاني. قالت له انا اتجوزك ليه؟ ما انت متجوز ومخلف، عايز ايه مني؟ انت ضحكت عليا وغدرت بيا. فبيقول لي مش هسيبك، لو انت ما جاتيش تقابليني انا هبعت الصور دي لابوكي ولاهلك ولجوز اختك. بيهددني تهديدات صعبة. مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف ازاي. مش هنكر ان احنا اتقابلنا مع بعض، مش هنكر ان احنا خرجنا مع بعض، مش هنكر ان انا بعتله صوري وهو بعتلي صوره، مش هنكر ان في قصة حب كبيرة 4 سنين، رسايل وحب وشتات بيني وبينه. بس هو اللي غدر مش انا. ولعلمكم انا جالي عرسان كتير رفضتهم، عرسان ما تترفضش، رفضتهم علشانه. وبعد ده كله اتفاجئ ان هو متجوز ومخلف. طيب انا انسحبت، قلت له كل واحد يروح لحاله وكل شيء نصيب. خلي بالك من مراتك وابنك، ملكش دعوة بيا، ربنا يعوضني خير. بيهددني، بيقول لي مش هسيبك، لو سمعت ان انت اتخطبت لحد غيري، لو سمعت ان انت اتجوزت او كلمت حد غيري مش هسيبك. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ يا ريت تفيدوني. اتصرف ازاي في ايه؟ خليه يخبط راسه في الحيط. اه والله، خليه يضرب راسه في الحيط. يعمل اللي يعمله، حتى لو قال لأهلك قولي لهم أهون من اللي هو هيعمله. يعني انت عايزة ايه؟ تروحي تقابليه علشان يعمل فيكي كارثة؟ انت بتسألي؟ لا، ما تسأليش. زي ما بقولك كده، قولي له اعمل اللي تعمله، انا ما بيهمنيش حد. عاوز تقول لابويا قول، عاوز تقول لاهلي قول، عاوز تقول لجوز اخت قول، ماضي وانتهى. انت اللي غدار وانت اللي غدرت بيا. على فكرة هو قال لي انا ممكن اقتلك. انتوا عارفين يا جماعة،
أنا خايفة لحسن يقتلني بجد. انتوا فاكرين ان كان في جريمة قتل؟ كان في زميل وزميلة قتلها في الميدان وكانت الدنيا مقلوبة. ساعات يجيلي وهم كده ان ممكن يعمل فيا حاجة، لان انا بخرج وبمشي في الشارع، بروح شغلي، بزور اهلي، بيقول لي ممكن اتعرض لك في اي مكان ومش هسيبك حية، انا هقتلك لو انتي رحت لحد غيري. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ حتى لو قلت لاهلي هو يعني انجد نفسي منه ازاي؟ هي يا بنت الدنيا فوضى. انزلي قولي لابوكي وخد ابوكي واعملي فيه محضر. مش معاكي التهديدات اللي هو بعتها لك؟ طبعا الكلام ده مكتوب في رسائل. ابوكي ياخدك ويعمل محضر ويجيبوه ويعلموه الادب. احنا دولة مش فوضى، احنا دولة قانون، وعندنا قانون وعندنا عدل وقانون وحكومة، مش فوضى. انت اللي تسبقي وتقولي لابوكي، قولوا له نفس الحكاية لحسن فعلا يقتلك. ما ممكن واحد مريض نفسي، واحد مش طبيعي، واحد معتوه، ممكن ده اناني، ده عاوز كل حاجة، عاوز يتجوز ويخلف وكمان انت، فده معتوه، ده مريض نفسي، يعني ممكن فعلا يقتلك. ما بتحصل وحصلت وانت بتقولي. فتقولي لابوكي حتى لو كان في بينه وبينك اي حاجة غلط، ابوك هيسترك، ابوك هينقذك، ابوك هياخد حقك منه ومن امثاله. الحكومة، القانون، محضر، ويتعلم الادب. بس ده اللي انا بقولك عليه. هي خسرانة خسرانة. افرض ان قال لابوكي، ابوكي هيعرف، هيواجهك، يبقى انت اللي تقولي، انت اللي تقولي، سبقي قولي لبابا، قولوا له يا بابا ده ماضي وانتهى، وضحك عليا وغدر بيا وفهمني ان هو هيجي يتجوزني وهو متجوز. ابوك هيجيب لك حقك وهينزل يعمل محضر وهيجيبوه ويعلموه الادب قبل ما يعمل حاجه فيك لا فعلا يقتلك. طالما مريض نفسي ممكن يقتلك وتبقى جريمه وعلى السوشيال ميديا ومن الاحداث والكوارث اللي بنشوفها وجرائم القتل. الحقي وقولي انت، ابوكي واهلك يعلموه الادب. بس اسمعوا المشكله، وعايزه اقراكم واقول لكم اشوفكم على خير.